السلام عليكم ومرحبا بكم مع حلويات لوليتا. ووصفة اليوم لصابلي بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة، ورايحة نديروها بهذا الطابع اللي راه داير حالة في الأسواق. وهذه الوصفة بزاف بنينة وتوجد ليه. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. أنا في إناء نحط 250 غرام مارغرين تكون طرية، نضيف عليها كاس سكر جلاس ونخلط مليح حتى نتحصل على مزيج كريمي. هذا هو المزيج اللي تحصلت عليه. نضيف بيضة كاملة وصفار بيض، نضيف عليهم رشة ملح، نضيف ملعقة صغيرة فانيليا، نضيف مبشور ليمون، نخلط مليح حتى تتجانس المكونات مع بعضها. الآن نضيف كأس نشاء أو مايزينا، نخلط مليح وبعد ما خلطت هاد المكونات نحيد الفوي ونبدأ نضيف الفرينة اللي كنت مغربلها من قبل. نضيف 2 كيسان فرينة، نضيف عليه نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية أو خميرة حلويات. نبدأ نلم العجينة تاعنا، إذا درت 2 كيسان فرينة ونصف ملعقة خميرة كيميائية ونلم مليح العجينة حتى نشوف هذيك الفرينة درقت، ونبدأ نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. وهنا العجينة ما نيبسوهاش وما نخلوهاش طرية بزاف. الآن راني نبدأ نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على العجينة المطلوبة. وهذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، تكون طرية وسهلة في التشكيل. نجيب كيس بلاستيكي نقسمها على 2، النصف نلمه في كيس بلاستيكي والنصف نبدأ نخدم به. أنا نستعين دائما بكيس بلاستيكي. وهادو هما الطوابع اللي راهو دايرين حالة هاد العام في الأسواق، هما 4 طوابع والأشكال تسمى 8 أشكال، كل جهة تعطيك شكل. نحل العجينة على سمك ما يكونش رقيق وما يكونش خشين. إذا رققتيها بزاف ما يخرج لكش هذاك الشكل، لازم يكون متوسط. نرمدو الطابع مليح في الفرينة باش ما يلتصق ليناش، ونبدأ نقطع هذه جهة ونزيد الجهة الثانية تاع الشكل الثاني تاع الطابع. دائما نرمدو الطابع في الفرينة باش ما يلصق ليناش.
هذا الشكل الثالث. وهذا الشكل الرابع، شكل الهلال. دايما منسوش لازم ترمضي طوابع في الفرينة. ونكمل الكمية كاملة تاع العجين. أنا خدمت نص العجينة بهذه الطوابع والنص الثاني بطابع آخر، درك نوريه لكم. خرج روعة. شوفوا إذا كان لصق لكم كيما هكا نضربوا الطابع فوق طاولة العمل حتى يخرج لينا الشكل. نجيبوا صينية نحطوا عليها ورق الطهي، واللي ما عندهاش ورق الطهي تدهن بالزيت وترش قارين من الفرينة وتحط القاطو اللي طبعناه. هذا هو السمك اللي تحصلت عليه. وهذا هو الطابع اللي استخدمته في العجينة، في نصف العجينة الآخر. دايما نستعين بالفارينة. شوفوا كيف خارج الشكل تاعه. هذا الشكل يجي من فوق. نضغطه باش يخرج لينا هذاك الشكل مليح. شكل رائع. ونحط الحلوى تاعنا في الصينية كيما راكم تشوفوا. وخاص نخدموا الطبقة التحتانية اللي تجي من الأسفل. نحايدو نصف الطابع كيما شفتوني حايدته، ونبدأ نطبع بالطابع الخارجي فقط. نكمل الكمية كامل. نسخن الفرن على درجة 180. نحط الصينية في الرف الوسطاني، نحمره من الأسفل فقط ونخرجوه نخلوه يبرد مليح باش نكملو التزيين. نجيبو المربى تاع المشماش ندهنوه من الجهة السفلى ونلصقوه كيما راكم تشوفوا. نلصق الصابلي كامل حبة مع حبة. هذا الشكل تاع الوردة تاني خرج رائع. نكملو الكمية كاملة ونمروا للتزيين النهائي. هنا ملاحظة لازم الصابلي يبرد تماما ونبدو نلصقوه أو نبدو له في التزيين. هنا بعد ما لصقت الصابلي نجيب الكاوكاو محمص ومرحي. هاد الوريدات نزيدو لهم المربى في الوسط. أنا درت المربى ما زدت حتى إضافات. اللي بغات تزيد له لاغوم تاع الفراولة باش يتلون تزيد له. وهاد الأشكال نضيفو
ندهنو مربى المشماش في الأطراف، ونرمد الصابلي في الكاوكاو المقلي ومرحي، رمده مليح، نزيد حبة معاكم ندهنها من الأطراف بمربى المشماش، ونزيد نرمدها بالكاوكاو، واللي بغى يخليه تاني هكا سامبل يخليه، واللي بغى يرمده في نوا دو كوكو ولا كوفريت مرحي تاني يخرج روعة. نكمل الكمية كاملة تاع الصابلي، وهذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا في طبق التقديم. شكل رائع وبسيط بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة. صابلي خرج روعة. نقسم معاكم حبة، شوفوا كيف خرج هشيش وخرج بنين بزاف، يوالم السهرات، يوالم الأعياد إن شاء الله، وإلى الملتقى.